نتينا ندخل الحين على موضوع العراق. هني شوف ايش داز لي، ان شاء الله يفتح ما يوهقني يعني. هاي بقول لكم سالفة. قبل فترة تقريبا كلمني المنتج أحمد البري، قاعد يروج ان انا قاعدة اسيء للعراق. العراق بلد الحضارات، العراق بلدي، انا اعشق العراق. انا اوكي حاطين كلامي. حليمة بولن تصرح لن اذهب للعراق حتى لو تعطوني 40 مليون دينار كويتي، بلد غير امن. البعض انكم تحورون بكلامي وتحرفونه بالطريقة اللي تناسب عقولكم المريضة، هذا امر مرفوض جملة وتفصيلا، لان الكل عارف اني اعشق العراق واعشق الشعب العراقي وعلى راسي من فوق دائما وابدا. بالعكس انا والله العظيم وأقولها أقسم بالله إن لو الوضع الأمني مستقر ومستتب بالعراق أروح ببلاش للعراق لحبي لهالبلد والجمهور العراقي. لكن حاليا الوضع الأمني الكل عارف إنه سيء، حتى العراقيين نفسهم يقرون بهالشي وعارفين هالشي. فليش تحاولون تصطادون بالماء العكر وتمسكون الآية القرآنية من النص وتقولون ولا تقربوا الصلاة وتتركون وأنتم سكارى؟ أتمنى ما يتم تحريف كلامي بطريقة سيئة، وأرجع وأقول حبي للعراق